النرجسي ظاهر ده نرجسي واضح وصريح وباين من طريقة كلامه عن نفسه، الغطرسة العالية في الكلام ده واضح جدا. احنا بس عندنا مشكلة في النرجسي الخفي. تعرفي ازاي ان الطرف اللي معاكي نرجسي خفي؟ اولا النرجسي الخفي ده مش بيبان على طول، يعني تلاقي الزوجات ما بتعرفش ده غير بعد سنين من الجواز. ليه بقى؟ هو ليه تريكات بتبقى باينة، ولكن هو مش ظاهر. يعني يبان انه شخص عادي، يبان انه متواضع، ما بيحبش قوي الظهور ولا يحب يتكلم كتير عن نفسه، لكن يحب اللي يتكلم عنه. يحب قوي الناس تمدحه، لكن هو مش هيتكلم عن نفسه. يوصلك انك تعملي فيه ده، بس هو مش هيقول. تمام. عنده مشكلة تانية إنه ما بيحبش المواجهة. يعني إيه؟ يعني لو فيه هتلاقيه دايما عنده شيء من عدم الثقة الداخلي في نفسه. لما بيواجه مش أولى اختياراته، ولكن لما بيواجه في حالة الانتقاد الشديد، وطبعا بيكره الانتقاد بشدة زي النرجسي الظاهر. أول ما يحس بالخطر إن اللي قدامه باصص له بصة ما تليقش عليه، هنا يبتدي يثور ثورة عارمة. وتبقى هنا مش مواجهة قد ما تبقى حرب، معركة دامية بكل الوسائل بقى، بالغلط وبالكلام وبالإيد وتظهر بكل حاجة عنده. النرجسي الخفي ممكن تقعدي سنين العمر مش شايفة، لأنه غير النرجسي التاني حريص وبخيل. النرجسي الخفي ما بيبقاش باين عليه، هو مش بخيل بس، يعني ايديه مش فرطة قوي، بس مش فيهم ناس بتصرف، فمش باين عليه. فتلاقي الزوجة ما تعرفش ده، لكن تعرف امتى. هو ما بيتكلمش كتير يقول كلام حب. بيعمل ده في الفترة اللي هو بيعمل لاف بومبينج، في الوقت ده بيعمل لها ده، اللي هي في المراحل الأولى مع الضحية، لكن هو مش كثير كلام الحب. يقول لها أنا أحب الأفعال ما بحبش الأقوال. تمام. النرجسي الخفي هتلاقيه كمان، انتي كزوجة عندك جوع عاطفي، ليه هو مش عارف يملى الفراغ العاطفي بتاعك. هو بيبقى متخيل ان العلاقة تملى ده، لكن هو انتي كأنثى محتاجة حد يمدحك، يكلمك، يملأ الفراغ العاطفي بطريقة معينة، بالحوار، بيقولك ايه ده جميل ايه ده، لكن هو الحقيقة هتلاقيه اغلب الوقت صامت، لا يفضل الكلام، ولما تيجي تكلمي يقولك انا ما بحبش اتكلم كتير. النرجسي الخفي بعد سنين بيبتدي يظهر. امتى بقى؟ اول ما يحس ان العلاقة خلاص بقت بالنسبة له مملة. اول ما يحس انه خلاص، لان الخفي بيبقى شاطر قوي في اظهار الخيانات، لكن بيبان برضو الزوجة بتعرف. اول ما الزوجة تبتدي تشوف حقيقته، اول ما الزوجة تحس انه بيبتدي يعملها صمت عقابي، لان الخفي بيزعل والزوجة بتبقى فاهمة انه واخد على خاطره، ويلومها ويحسسها انه ضحية، وانها عملت كده فيه عشان كده يعني هو ما كلمهاش، والحقيقة هو نرجسي. تمام. بعد فترة لما الزوجة بتدرك ده وتشوفه على حقيقته، يبتدي يعاقبها عقاب شديد ويبان نرجسيته قوي، ويبتدي يتكلم عن نفسه بطريقة فيها غطرسة. هتحسي ده شوية من شوية كلمات بتقع منه. يعني لما يجي يتكلم على شغله لازم يحسسك انه يعني احسن واحد في المكان ده. حتى خناقاته في الشغل لو ركزتي فيها شوية هتلاقيه دايما بيعمل مشاكل مع اللي يحاول يهز مكانته. تمام. شوية ما بيسامحش، ملوش عزيز. يعني ايه ملوش عزيز؟ الناس في حياته ليها ادوار، خلص الدور قفلنا الباب. تمام. ما عندوش حاجة اسمها العشرة، لا، العشرة طول ما انا ليا مصلحة العشرة حلوة، خلصت المصلحة خلاص، يعني سلام للعشرة. فالنرجسي الخفي أصعب كتير من النرجسي الظاهر، لأنك بتاخدي وقت طويل على ما تعرفيه وعلى ما تفهميه، لكن التركات الصغيرة اللي أنا بقولك عليها هتاخدي بالك منها في الأول. لو لقيتيها بيخاصم كتير، ودايما قاعد يعني بيعملك دور الضحية، ما بيحبش المواجهة لما تحصل مشكلة. ممكن يزقك انتي تواجهي، هو مش هيواجه. دايما يقولك أنا عايز منك اهتمام زيادة، خليني رقم واحد في الحياة، لكن انتي مش عنده رقم واحد خالص. هو وأهله ودنيته رقم واحد، لكن انتي مش مهم تبقي رقم واحد.
حاجات جوهرية هتعرّفِك النرجسي الخفي، وحاليًا مع طبعًا تداول المعلومات الموضوع بقى بيبان من تريكات معيّنة أهمهم هو النقد، إنه ما بيحبش النقد، ودايمًا النرجسي عندهم أغلب النرجسيين ما بيحبوش يقعدوا لوحدهم، يعني اختياراتهم لو هيقعد لوحده تبقى عنده دوشة، ما بيحبش الناس بس ما يحبش الصمت، لازم يسمع حاجة، لازم تبقى عنده حاجة على طول يعني مالية الفراغ اللي حواليه، عشان هو لو قعد مع نفسه بيبقى عنده حاجات كتيرة في دماغه مش عايز يسمعها ومش عايز يشوفها ومش عايز يشوف نفسه الداخلية اللي جوه، هو بيهرب من نفسه الداخلية اللي جوه.